مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوريكم طريقة وضع الفيديوهات ديالكم على تطبيق تيك توك في الوضع الخاص، وغادي نشرح لكم خطوة بخطوة. ولكن قبل ما تنساوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. ودابا غادي ندوزو للشرح ديالنا. كندخلوا على الملف الشخصي وغادي نختاروا اي فيديو غادي نبغيو اننا نحطوه في الخاص، بحال مثلا هذا الفيديو. غادي نجيو فين كاين 3 ديال الانقطاط، غادي تضغطوا على دوك 3 ديال النقيطات كما كتشوفوا في الشرح الموضح في الفيديو. كطلع معكم هاد الواجهه هادي، كتجيو فين كاين لتحت كاع كتجروا داك الايقونات اللي كاين في الاسفل، كتضغطوا على الاعدادات الخصوصيه فين كاين الرمز ديال القفل. من بعد كتطلع معكم هاد الواجهه هادي اعدادات الخصوصيه، من يمكنه مشاهده هذا الفيديو لجميع الاصدقاء انا فقط. غادي تضغطوا على انا فقط، غادي ديروا نقطه حمراء على انا فقط. ومن بعد كتحيدوا هاد الواجهه هذه بالضغط على العلامه ديال اكس اللي كاينه في اليسار ديال الواجهه. من بعد كترجعوا للملف الشخصي ديالكم كما كتشوفوا الفيديو تحيد من هنا. فين غادي نقدروا نلقاو، غادي تجيو غادي تضغطوا على الايقونه ديال القفل اللي كاينه هنا. من بعد كتشوفوا الفيديو ولا خاص، يعني عليه قفل، ما غاديش يقدر يشوفه حتى شي واحد من غير كنت فقط. يعني هذه الطريقه احسن مما تحذفوا الفيديوهات، لان التيك توك ما كيبغيش انك تحيد الفيديوهات من الحساب ديالك الملف الشخصي. يعني يكفي انك ديرهم خاص. وفي الاخير هادشي اللي كان في هذا الفيديو. الا ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي في كومنتير، وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.